حظوظ الملتحين في إيجاد فرص شغل في أماكن راقية مثل الفنادق أو المطاعم الراقية والفنادق الكبيرة جد ضعيفة مقارنة بغيرهم. وأنا أتكلم عن تجربتي الشخصية. فحتى التدريب والتكوين المهني صعب وسيواجهون فيه صعوبة بسبب اللحية. فمن خلال تجربتي الشخصية حينما التحقت بمركز التكوين المهني للطبخ، أخبروني بأنه لن يمكن لي أن أدخل المطبخ المختبر للحصص التطبيقية إذا لم أحلق لحيتي. لذلك تغيبت كثير من الأيام، أخبرتهم بالسبب، فأخبروني بأنه يمكن الدخول بشرط ارتداء كمامة تغطي كل اللحية. حينها بحثت عن كمامة خاصة، وكانت أنا من عرضت عليهم الفكرة. أخبرتهم أنه يمكن لي شراء كمامة خاصة باللحية تغطي كل اللحية، لكن للأسف الشديد لم أجدها أبدا. حينها طلبوا مني ارتداء كمامة عادية، كمامة بالفم كما يرتديها الدكاترة والأطباء. حينها اشتريتها وغطيت بها لحيتي. بالإضافة إلى ذلك أخبروني أنه لن يمكن لهم مساعدتي في إيجاد فرص تدريب في أماكن راقية، في مطاعم كبيرة أو في فنادق كبيرة، حيث يمكن لي تطوير مهاراتي، أي أنني سأحرم من فرص تطوير مهاراتي في الطبخ بسبب اللحية. لن أستطيع التدريب في فنادق كبيرة أو في مطاعم كبيرة. في السنة الثانية في مركز تكوين مهني آخر في شعبة خباز حلواني، نفس الشيء. كدت أحرم من متابعة التكوين المهني، فأخبروني بأنه يمكن لي متابعة التكوين المهني بشرط ارتداء كمامة تغطي اللحية، ولم تكن موجودة. فحينها قمت بالذهاب إلى خياط وطلبت منه أن يخيط لي كمامة خاصة باللحية تغطي كل اللحية والوجه. هنا اشتريت، صنعها لي الخياط وتابعت التكوين المهني، استفدت من الحصص التطبيقية. لكن أخبروني أيضا أنهم لن يستطيعوا مساعدتي في إيجاد فرص تدريب في فنادق راقية كبيرة أو في مطاعم أو محلات راقية، أن فرص التدريب ستقتصر على المحلات الشعبية، حيث العمل عشوائي لا يمكن تطوير مهاراتي. يوجد هناك حرفيين غير متمكنين جيدا من المهنة، غير متطورين. رغم ذلك قبلت، لأنه لم يكن لي أي حل آخر. قبلت ذلك ولم أستطع التدريب في أي فندق أو محل حلويات راقي كبير جدا تطور مهاراتي، حتى أنهم حينما أسألوني ذات مرة للتدريب في مرجان ومجانا، أخبروني في مرجان في قسم الموارد البشرية بأن اللحية انتردي، ممنوعة في مرجان، وعليه حلق لحيتي لأستطيع التدريب، الاستفادة من التدريب، رغم أنهم لن يدفعوا لي أي شيء. حينها ارتديت الكمامة واستغلت الفرصة، لأنني كنت في فترة كورونا. حينها ارتديت تلك الكمامة، ولم يلاحظ الحراس أنني أضع لحية، لا الحراس لا قسم الموارد، لا أحد لاحظ أنني أضع لحية، لأن الكمامة كانت تغطي وجهي بالكامل. الجميع كانوا يرتدون الكمامة، لذلك استطعت التدريب هناك. لكن أغلب الفنادق بمجرد أن يروا وجهك تضع لحية سيرفضون. حتى أن أحد الشيفات في أول سنة دراسية أتى ليقدم لنا دورة تكوينية في الطبخ، أخبرني، قال لي: صديقي، للأسف الشديد هنا ستجد مشكل كبير، سيرفضوك، جميع الشيفات سيرفضونك بسبب تلك اللحية. أخبرني: ستحرم من الكثير من الفرص بسبب هذه اللحية، لأن الشيفات هنا لا يرحمون أبدا من يضع اللحية. قال لي: لو كنت في أوروبا ربما كنت ستستطيع متابعة حياتك الطبيعية باللحية. حتى أن أحد الشيفات في تكوين مهني أخبرني بأنه من الصعب جدا أن أجد فرص تدريب أو عمل بهذه اللحية، بأن هناك ضغط كبير جدا، إقصاء لمن يضعون اللحية، أنهم مرفوضين، وأنه سيصعب علي إيجاد فرص عمل بهذه اللحية. لذلك أعتقد بأن من يضعون اللحية بسبب توجههم الديني، هذه الفئة في المجتمع المغربي تعاني من إقصاء من سوق الشغل، من تطوير مهاراتهم في التكوين المهني. في الكثير من المهن والوظائف معرضون لإقصاء
والحرمان من الكثير من فرص الشغل.